هويتك ليست يمنية؟ أنا هويتي جنوب عربي. جنوب عربي. أنا لست يمني. لست يمني، أنا جنوبي عربي أب عن جد. وحتى العرب سموه البحر العربي ولم يسموه البحر اليمني. أنا منذ أن عرفت التاريخ يماني يقال من قبل. لا، أنا جنوبي عربي. لا يمكن ابدا. وهذا التاريخ. وانظر انت وثيقه الاستقلال. هويتي ليست يمنيه. كانت هناك وحده واتفاقيه. كانت وحده ليس نحن واندماجيه مش حتى فيدراليه. لم نوقعها، ليس من مشاركتنا نحن كشعب في الجنوب. نحن في علي سالم البيضاء لم يكن نائبا للرئيس ووقعها بدون الرجوع لشعب الجنوب العربي. لم يوقعها. ذهبوا الى صنعاء بخياراتهم هم، بخياراتهم فقط في الحزب الاشتراكي، ولم ابدا يستشيروا شعب الجنوب. ولهذا نحن الان ما نعمله في الجنوب هو ليس انفصال، ولكن ممكن انا اكون هويتي جنوب عربي وانت يمني. خذ ما شئت. هنا في بريطانيا او غير بريطانيا يسالون سؤالين: اذا كنتم انتم جنوب اليمن فروحوا تحت طاوله الحوار مع المبادره الخليجيه التي تمت بالآلية المزمنة وتم الاتفاق حولها. إما إذا كنت لديكم هوية هي هوية الجنوب العربي فعليكم الآن أن تأخذوا حقوقكم بكل حق مثل الشعوب الأخرى. أريد أن أقول فيما يتعلق ولكن لو سمحت لي سيد عمان، اسمح لي بهذه المداخلة بهذا السؤال. أستاذتي العزيزة، الحوار لا يعنينا نحن. طيب الحوار هو وفقا للمبادرة الخليجية. طيب هناك اتهام، لو سمحت لي أريد أن أواجهك به السيد نعمان علي المسطري. هناك من يتهم قوى خارجية وعلى رأسها إيران في إعادة فرض خريطة التقسيم كأمر واقع. كيف تردون على هذا الاتهام؟ قالوا علينا الشيوعيين، حينها كانوا يقولوا علينا شيوعيين في الجنوب، ولكن الآن هناك اتهامات جديدة بأن إيران هي من تحاول هذا كذب وباطل. هذا كذب وباطل. لا توجد لإيران أي صلة. إيران موجود عروقها هناك في صنعاء، ونحن نعرف هذا الكلام. ولكن نحن بهويتنا الوطنية ثم الجنوب العربي. لم يكن اشتراكيا الحكم هناك؟ تقول لي مش معسكر اشتراكي زي كوريا الجنوبية والشمالية. اليمن نوفمبر 67 وقعت بريطانيا، لا يمكن انكاره. في 30 نوفمبر 67 وقعت بريطانيا اتفاق محضر للاستقلال مع الجبهة القومية، ولم يتم حتى هذه اللحظة توقيع وثيقة الاستقلال التي أقرت في 5 ديسمبر 1963 والتي كانت تقضي باستقلال الجنوب العربي وليس الجنوب اليمني. ولهذا كان هناك في تحايل وكان هناك اتفاق وتحت الطاولة قرن التواليخ. أنت تورد أحكام التاريخ، لا يجب أن ننسى أحكام الجغرافيا. هذا ليس التاريخ الآن. الجوار، أحكام الجغرافيا، اللهجة نفسها والعادات نفسها. أستاذي العزيز، التاريخ لهذا السبب نحن الآن ندفع ضرائب، نحن الآن نلتحف الصناعة، والأرض نفترشها كل يوم، وسط الموت معذب نقتل كل يوم. لماذا؟ هل من حقنا نحن أن نكون ثاني أشهر ميناء في العالم بعد نيويورك؟ سنناقش فيما بعد هل هل هناك أصلا مقومات الدولة في الجنوب حتى سيسمح الجوار الإقليمي؟ ولمعلوميتك بدأت الدولة ولم تتمرد الديمقراطية. لم تتمرد. لا خليني أدير الحوار. لم تتمرد الديمقراطية إلا لبلدين في العالم، هي عدن في الجنوب العربي والهند فقط. وأول دولة بذورها بنيت في الوطن العربي صنعاء يا أستاذي، لم يوجد فيها دولة، أنتهت كل شيء. الدولة اللي يسموها لكن واقع الانفصال سيكون خطيرا على الجنوبيين أيضا. من قال لك؟ نحن هل سيقبل الخليج والسعودية هذا يشجع نعرات نحن كنا بدولة بدون الأخوة في اليمن. تعيشون في المريخ يعني الجوار الإقليمي، لا على الأرض يعني هناك جيران. من اللي قال لك؟ الذي ولد كل هذه العوامل في عوامل حزب الإصلاح، حزب الإصلاح أنت ساهم في الحل. أنا لست إصلاحي الجنوب. لست إصلاحي يا عزيزي، أنا لست إصلاحي، أنا بعدي أنا بعدي. طيب أنتم ساهمتوا كلكم اليمنيين، كل الأحزاب اللقاء المشترك ساهمت في ذبح الجنوب. ثم من أجل حل قضية الجنوب الأخوة في الأقليم في مجلس التعاون الخليجي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الأمن، إذا يريدوا يحلوا مشكلة الجنوب عليهم أن يأتوا بمبادرة أخرى جديدة حول الجنوب تحديدا.
مصممة وفقا للطبيعة، وفقا للبيئة السياسية والجغرافية والاجتماعية المخصصة للجنوب. لا يريدون أن يلحقونا بشعوب ثانية. نحن كنا دولة عبر التاريخ، ولم نكن أبدا عبارة عن كيان سياسي موحد مع الأخوة في اليمن الشقيق. طيب أسألك سؤال آخر سيد نعمان، إذا لم تحلوا المشكلة، هل التحرك نحو نموذج فيدرالي مقبول بالنسبة للجنوبيين؟ كان زمان، لكن الآن الشعب عانى، ما في ثقة، ما نثق في الناس هذولا أبدا. الناس يريدون أن يخرجوا للشارع لمواجهة الموت من أجل الحياة. يعني ولكن بالتالي حق تقرير مصير يختار اما وحده ولا انفصال. نحن مشغلين، نحن مشغلين احنا عشان ناخذ تقرير مصير يا اخي. يعني نحن مشغلين يا استاذ عبد الله. استاذ نحن شعب الارض يا اخي. وبالتالي المحيط الاقليمي عاده يقتلوه في خلال 190 سنه، الان يقتلوا الاف كل يوم يا عزيزي. الامر واصل معك لحاله عاطفيه ورغبه حقيقيه في الانفصال. واضح ليس اخي عزيزي، نحن نريد وطننا بس. واضح. خلي نريد وطن، غير هذا اي يتكلموا يحل اليمن هذا حيروحوا الى الرياض والدكتور والاستاذ العزيز اي واحد يذهبوا الى صنعاء هناك يعملوا ما شاءوا ويضربوا. نحن لسنا فيران. واضح. نحن لسنا فيران. نعم. استاذ عبد الله ايضا مره اخرى، مقومات الدوله موجوده وانت ماخذ مسافه من حوارنا هذا. الاخوه المحتلين في صنعاء عليهم ان يعرفوا جيدا من ان تاريخ الشعوب ستنتصر، وان